السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم أميرة أبو زيد. لو أول مرة تشرفونا في قناتي، يا ريت متنسوش سبسكرايب للقناة وفعلوا لي زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. زي ما انتم شايفين كده، جبنا كل الحلل، وكنا هنجيب كمان حلل الجيران علشان نعمل بيها الوصفة دي. طب ده بس؟ لا طبعا، والحوض كمان مليان مواعين. هنعمل الأكلة بتاعتنا النهاردة أكلة مصرية جميلة أصيلة كده، مواعينها كتير بس طعمها بجد يستاهل. معايا هنا حلة على النار، غسلت فيها شوية من العدس اللي بجبة، وبعدين حطيت عليهم مية مغلية وهو على البوتاجاز كده يغلي له غلوتين، وهنشوف احنا هنعمله ازاي. انا حطيت هنا على العدس، ما نقعتوش انا، بس ايه، حطيت عليه مية مغلية بعد ما غسلته كويس وصفيته، وهسيبه كده على عين البوتاجاز اللي انا بدلتها هناك دي، وهسيبه يغلي معايا غلوتين كده. نغطي عليه، ما بياخدش وقت خالص على النار، زي ما انتم شايفين كده، يعني دوب بس ايه، يعني 7 دقايق 8 دقايق 10 دقايق بالكتير ويكون العدس بتاعي استوى. معايا هنا حلة على النار، حطيت فيها شوية حلوين كده من الزيت، ومعانا الزيت لما يسخن كويس جدا هضيف عليه هنا معلقة كبيرة من الثوم، علشان هنعمل الصلصة بتاعة الأكلة بتاعتنا. عرفتوا أكيد عدس بجبة، وعرفتوا كمان الحلال الكتير ومواعين كتير، يبقى أكيد هنعمل عدس. لا، مش هنعمل عدس، هنعمل كشري مصري. الكشري المصري طعمه جميل جدا، وبس هو بس بياخد وقت شوية على النار، وبياخد حلال كتير، بس هو بصراحة يستاهل. زي ما انتم شايفين كده، انا شغالة على 4 العيون دول ما شاء الله، يعني هم دول ايه بينجزوني. هنا الحلة دي انا كنت محتاجاها، فحطيتها في الكازرونة دي العدس، فهحط هنا افضي، يعني بنقل بس، لاني كنت محتاجة الحلة وانا نسيت خالص. انا كنت مطلعاها عشان اعمل فيها رز ونسيت، وحطيتها فيها العدس. تمام. الحلة التانية اللي انتوا شايفينها دي، حطيت هنا شوية زيت، وبعدين حطيت معلقة كبيرة مليانة من الثوم، وهنا معايا صلصة انا مفرزاها في الفريزر، يعني دي طماطم معمولة في البيت، او صلصة معمولة في البيت. تقدري تستخدمي عصير طماطم فريش لو مش عندك صلصة. تمام كده كده، خلاص احنا العدس بتاعنا خلاص قرب يستوي. الصلصة الحمراء بتاعت الكشري خلاص، إيه، يا دوب بس ان هي تتسبك شوية. انا حطيت هنا على الصلصة شوية ملح وشوية سكر صغيرين وفلفل اسود وبس. يعني الصلصة الحمراء دي بحط عليها بس فلفل اسود والملح ورشة من السكر عشان حموضة الطماطم. تمام كده. الحلة بقى الكبيرة اللي هناك دي اللي فيها المية، حطيت فيها شوية من الملح عشان دي اللي هسلق فيها المكرونة. ما بيحتاجش توابل كتير، بس بيبقى العدس بقى هنا حطيت فيه شوية من الفلفل الاسود وشوية من الكمون. وزي ما انتم شايفين العدس بيغلي معايا، هطفي بقى عليه البوتاجاز وهغطي عليه لحد هو هيكمل سواه في المية المغلية دي. الصلصة زي ما انتم شايفين انا هنا حطيت فيها شوية من السكر عشان حموضة الطماطم. الحلة بتاعة المكرونة حطيت فيها شوية من الزيت. تمام كده. العدس حطيت كمون وفلفل اسود والملح، وهغطي عليه شوية كده وهو بيغلي، وخلاص كده تمام. المية حطها زيادة عشان هحتاج المية دي للدقة بتاعتنا. الصلصة حطينا فيها ايه، حطينا زيت وحطينا توم وحطينا فيها الطماطم، والملح ظبطناه، ورشة من الفلفل الاسود ورشة من السكر عشان حموضة الطماطم. كده خلاص العدس اسمها ايه، والصلصة. وهنعمل بقى هنا الرز بشعرية، علشان الكشري بتاعنا ما بيحلاش غير بالرز بشعرية. انا هقلب بس الصلصة، انا عايزة القوام بتاعها يكون قوام مظبوط. يعني انا انجزت بسبب ان انا حاطة كل حاجة على العين، شغالة في اكتر من حاجة علشان انجز. هنا بحط الشعرية بتاعتي، بحمر كده شوية شعرية. الرز طبعا مصري مغسول ونقعاه لحد ما احمر الشعرية دي. هفضل كده اقلب في الشعرية باستمرار لحد ما تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. هنزل بقى هنا بالرز بتاعي بعد ما صفيته كده
وهاشوحه شوية مع الشعرية وهانزل عليه بمية مغلية، وهاحط بس عليه شوية من الملح، وهنغطي واسيبه على نار متوسطة لحد ما يتشرب المية، وبعد كده هدي النار خالص لحد ما يكمل سواه. كده احنا انجزنا تلات طبقات من الموجودين في الكشري، اللي هو الرز خلاص تمام كده، والعدس وكمان الصلصة. هنبدأ نعمل مع بعض بقى ايه المكرونة بس هعلي النار شوية لان انا كنت موطيه النار على ما اخلص الحاجات دي. زي ما انتم شايفين اهي، تغطي بقى الحلة. هنا بحط الملح، هقلب كده. انا بصراحة بعمل الكشري بتاعي يعني بصوا يعني بجد والله العظيم احلى من المحلات. الكشري بنفس الطريقة ونفس التكنيك اللي احنا بنعمله ده، بجد طعمه احلى من اي كشري بتشتريه من بره، من اكبر مطاعم واشهر مطاعم في المنصورة. هنا جربناه بصراحة ما كانش حلو خالص. بتاع البيت طعمه احلى بكتير. هنا هعمل الدقة بتاعة الكشري. معايا هنا شوية من الزيت، حطيت عليهم معلقة من الثوم المفروم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدأ كده اشوح فيه شوية لحد ما يبدأ ياخد لون ذهبي. هنزل عليه بطشة الخل بتاعنا والشطة. شايفين القوام بتاع الصلصة. انا هسيبها بس تغلي شوية وبعدين هطفي عليها النار. كل التوابل اللي احنا بنستخدمها في الكشري مفيش غير الفلفل الاسود والكمون، تمام كده، والشطة طبعا علشان الدقة. انا هنا بقلب باستمرار التوم لحد ما يبتدي ياخد لون كده دهبي فاتح. خلاص بنزل على طول هنا بالخل، بطش التوم كده بالخل زي طشة الفتة كده. وهبدأ هنا انزل بقى بالشطة. ده انا هنا بعد ما غليت العدس وغطيته فيه طبعا مية انا حطاها زيادة علشان انا هنا عايزة المية دي. بحط المية دي للدقة زي ما انتم شايفين كده، تمام كده. كده الدقة بتاعتنا حمرنا الثوم ونزلنا بالخل ومية العدس، وبحط هنا الشطة طبعا حسب ما انت بتحبي درجة السبايسي بتاعها عاملة ازاي. وهحط هنا برضو فيها شوية فلفل اسود. خلاص هي غليت معايا اهيت. بحط الملح وهحط رشة من الفلفل الاسود ورشة من الكمون كده صغيرة. خلاص كده احنا خلصنا كل الكلام ده. الرز بعد خلاص ما اتشرب المية هديت عليه النار. شايفين زي ما انتم شايفين كده مفلفل وشكله تحفة، وكمان ريحته كانت حلوة قوي من السمن البلدي اللي انا حطاها. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، الارضية زي الوش بالظبط، مفيش اي حاجة خالص لازقة لان انا هديت النار عليها قبل ما المية تنشف، اللي هي النار متوسطة. يعني بنهدي النار على المتوسط، وبعد كده لما اتأكد خلاص ان هي نشفت كويس بهدي النار خالص. اهي شايفين الرز ما شاء الله اللهم بارك مفلفل وجميل ازاي. هغلي بقى كمان التسبيكة او الصلصة كده وخلاص كده تمام. كده احنا خلصنا وانجزنا. لسه بس ان احنا نعمل شوية البصل والمكرونة. هي الوصفة يعني حلوة جدا، يعني زي ما انتوا شايفين كده بتحطي في كل مكان حلة وانت بتعملي ايديكي شغالة في كل حاجة، بس هو المتعب فيها غسيل المواعين بس. بحط هنا بقى المكرونة هنا حطيت مية مغلية وفيها شوية من الزيت وملح، وبحط المكرونة بتاعتي وبقلب كده تمام. هنا السباجيتي بكسرها اتنين وبحطهم عكس بعض عشان مفيش حاجة تلزق في بعضها. طبعا بنقلب باستمرار، والمكرونة طبعا مش بنسويها قوي عشان لسه هنحطها على النار تاني. تمام كده. هنا كنت قطعت 3 بصلات كبار ابيض، بصل ابيض وحطيت عليهم رشة من الملح كده ودعكتهم كويس جدا بايديا عشان يكونوا البصل يكون مفكك من بعضه.
وحطيت تحته مصفى عشان ينزل لي المية اللي فيه، وانا مش محتاجة المية دي خالص في البصل. هاخد بقى كده ده شوية من النشا واحطهم كده على البصل، بيدي قرمشة حلوة جدا للبصل، وبيديله كمان بيساعد على انه يكون لونه فاتح. يعني احنا في الكشري المصري بنحتاج بصل ابيض، علشان البصل الابيض ده لما بيتحمر بيبقى لونه فاتح افتح من البصل الاحمر، يعني بنستخدم البصل الابيض في الكشري احسن من البصل الاحمر. تمام كده. معايا هنا زيت غزير والزيت يكون سخن، وبنزل هنا بالبصل كده، وهكون حاطاه على نار متوسطة. انا مش عايزة نار عالية عشان ما يحمرش معايا ويكون لسه طري. لا، انا هحطه على نار متوسطة كده وهقلب كده، ومش هحط كتير علشان ما يلزقش في بعضه بسبب النشا. تمام كده. زي ما انتم شايفين كل حاجة خلاص طفينا عليها التسبيكة او الصلصة الحمراء، الصلصة اللي هي الدقة والعدس والرز كده تمام. لسه بس المكرونة طبعا احنا سويناها او غليناها وسبتها تصفى، والبصل معايا خلاص احمر زي ما انتم شايفين كده لونه تحفة. هبدأ كده اجيب منديل مطبخ كده وهحط عليه البصل عشان يتشرب كل الزيت الزيادة اللي فيه ده، وهكمل بقى باقي كمية البصل بتاعي، علشان الزيت ده انا محتاجاه ضروري جدا. الزيت ده بيدي نكهة حلوة جدا للكشري. فهاخد كده الزيت بعد ما خلصته، بعد ما خلصت تحمير البصل، بجيب هنا الحلة اللي انا هعمل فيها المكرونة بقى اكمل سواها، بحط فيها شوية من الزيت ده مكان البصل اللي متحمر بيدي طعم حلو جدا للمكرونة او للعدس للبتاع ده اسمه للكشري عامة يعني. زي ما انتم شايفين المكرونة اهيت بقلبها كويس عشان الزيت ده يخليها ما تلزقش في بعضها. حطيت كل كمية المكرونة اللي موجودة عندي. انا هنا عاملة الغدا ده على يومين علشان انا مش هعمل وهقف الوقفة دي كلها والمواعين دي كلها على غدا يوم واحد. انا عملت الغدا ده يومين. حطيت هنا شوية من الملح وشوية من الفلفل الاسود، وهقلب المكرونة بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينها ده. ما شاء الله اللهم بارك، شايفين مفلفلة وجميلة ازاي. مش هتاخد معايا وقت خالص. انا هقلبها شوية كده على النار، وبعدين هدي النار لمدة حوالي 7 دقايق كده، وهطفي النار عشان هي خلاص كده تكون تمام معايا. العدس بقى بعد ما صفيت ميته زي ما انتوا شايفين كده بحط له كمان رشة من الكمون، لان حسيت ان هو محتاج شوية، ورشة من الفلفل الاسود، واللي طبعا هحط له شوية من الزيت بتاع تحمير البصل، بيديله طعم حلو جدا وكمان لمعة حلوة قوي. وهتشوفوه انا هنا لما غليت العدس وسبته في المية وطفيت عليه، بجد بيخلي سوى العدس تحفة. ما فيش مش معجن، مش مفروق، مش بيبقى فيه معجن كده او مش عارفة ايه. لا ده تحفة. شايفين العدسية سليمة كاملة مستوية وتحفة ومفلفلة ازاي، زي ما انتم شايفين مفيش اتنين لازقين في بعض. اللهم بارك، شكله تحفة بجد جميل قوي. كده خلاص الكشري بتاعنا خلاص كده. هنجيب بقى طبق التقديم بتاعنا، هنبدأ نحط كده نرص فيه الجمال اللي انتوا شايفين. شايفين الرز ما شاء الله اللهم بارك تحفة. الرز عامل ازاي، يعني بجد حلو قوي. الرز مفلفل زي ما انتوا شايفين كده. بقول لكم والله ما شاء الله اللهم بارك، انا بعمل الكشري ده ما فيهوش غلطة. حطيت المكرونة زي ما انتوا شايفين. هبدأ هنا احط بقى ايه شوية من الدقة. انا ما بحبش احطها على الوش عشان بتكون تحت، بتكون يعني ما بتاخدش الصلصة وتنزل، لا هي كده بتكون تحت كده مع الرز والمكرونة. شايفين بقى القوام بتاع الصلصة وجمالها، شايفين ما شاء الله اللهم بارك عامله ازاي. هو ده الكلام بجد. أكلة مصرية أصيلة بس ايه تحفة. حط هنا بقى شوية من العدس المفلفل التحفة ده برضو، ونزينه بقى بورد الكشري. حابة تحطي شوية من الشطة تاني، حابة تحطي شوية من الدقة تاني، زي ما تحبي بقى.
البصل المكرمل المقرمش بتاعنا اللي هو تحفة ده. هحط هنا بقى شوية من الدقة وشوية من الصلصة اللي حابب ان هو يزود. تمام كده. انا هنا ما حطيتش اللي هو الحمص الشام. بصراحة انا مش بحبه مع الكشري، وفي نفس الوقت هو ما كانش متوفر عندي، يعني لو كان متوفر كنت عملت، بس انا بصراحة مش بحبه. انا بحب الكشري بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي كده. شايفين الجمال؟ والله بجد تحفة، والله بجد بجد طعمه احلى من بره، احلى من المحلات المشهورة. طعمه يجنن. شايفين؟ ما شاء الله اللهم بارك، تحفة. الفيديو ده يعني يستحق مليون لايك. بجد الوصفة تحفة وجميلة جدا. ان شاء الله هتجربوها بنفس التركات اللي موجودة فيها، هتعجبكم. ما تنسونيش في اللايك بقى وشير وكومنت حلو كده منكم زيكم. وكانت معاكم أميرة أبو زيد، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، وباي باي.